7 شخصيات مختلفة من الستات كانوا موجودين في مسلسل أزمة منتصف العمر. وقبل ما تسيب كل حاجة وتمسك في النقط الخلافية، تعالوا نشوف ايه نوع النماذج دي وهل هي فعلا من الواقع ولا لا. واحدة زي فيروز، الست السلبية اللي بتقبل الإهانة وقلة التقدير وبتكمل في وضع مش مناسب ليها، تقنع نفسها ان هي مبسوطة وحياتها تمام. مريم، البنت المدلعة اللي أهلها مش بيرفضوا لها أي طلب، فاتجوزت وهي ما تعرفش يعني ايه جواز وحياة مشتركة بين اتنين. ياسمين اللي بتدور على أي شوجر دادي علشان تعوض غياب وسفر باباها، فبتحاول توقع أي راجل غني في طريقها. وفرح اللي سكتت على إهانة وضرب جوزها ليها أول مرة، فبقى المعتاد ان هو يضربها على طول. هايدي اللي بتقوم بدور الأم اللي بتحل مشاكله وبتداري عليه ومستحملاه بقرفه وعيوبه وواقفة جنبه وهو مش شايف. سلمى اللي بتفضل معلقة نفسها بحد بتحبه وموقفة حياتها عليه وبتوهم نفسها ان هو كمان بيحبها على الرغم من رفضه ليها طول الوقت. وأم زينب اللي بتساعدهم في تنظيف البيت، هي اللي بتصرف على جوزها وعلى البيت اللي عايشين فيه بالرغم ان هو بيهينها وبيضربها طول الوقت. مين فيكم ما قابلش نماذج زي دي في حياته؟ طب نيجي بقى للزاوية الثانية، ايه انواع الرجالة اللي كانوا موجودين في المسلسل؟ واحد زي عزت اللي بيتجوز واحدة لمجرد ان هي تربي له بنت، وهو فعلا بيعاملها على اساس ان هي مربية وبس، ولا ليها اي حقوق ولا واجبات ولا مهتم بوجودها ولا بمشاعرها. مش بس كده، ده كمان بيسرق ورث اخته. وزياد اللي بيضرب مراته وبيستخدم ايده مش عقله في حل المشاكل. جوز الام اللي بيتحرش بالبنت وعامل ان هو اللي مربيه. وفوق ده كله عمر اللي مش عارف يختار اي حاجة في حياته ولا محدد هدفه ولا هو عاوز ايه ومين. كل اللي بيعمله انه معشم كل البنات ومعلقهم بيه. وهنا هنرجع لنفس السؤال، هل احنا ما بنقابلش رجالة زي دول في الواقع؟ وانا هنا مش مهتمة بالمسلسل كأحداث او حتى تحليل فني، انا بتكلم عن قضية وقصة وواقع بيمس حياتنا كلنا. وعلى الرغم من ده في هجوم كبير جدا على المسلسل. تفتكروا ايه السبب؟ رائدين الطب النفسي برروا الهجوم ده على ان الناس نمطية وبتخاف تخرج عن المألوف او حتى تواجه المشاكل اللي بتحصل حواليه، وده نوع من انواع الهروب وانكار الواقع. معظم واغلب القصص اللي بتتقدم في الدراما تكون من وحي حياتنا وبيحصل اصعب منها كمان في الواقع، والمجتمع هينفجر لو ما اهتمناش باي قضية من القضايا دي. اكتبوا لي في التعليقات ايه انواع الشخصيات اللي كانت موجودة في المسلسل وقابلتوها في حياتكم، وازاي ممكن نواجه النوع ده من القضايا في حياتنا.